السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. فقرة جديدة من معلومة في الخمسين. هنتكلم النهاردة عن وجود مياه جوفية أسفل التربة. لما بنبدأ أي مشروع، أول حاجة بنبص عليها بيكون تقرير التربة. لما بنوصل نشوف منسوب المياه الجوفية بنلاقي إن في مياه جوفية على عمق 2 متر من الأساسات. طيب المياه الجوفية الموجودة بتبقى موجودة تحت التربة دي بتؤدي إلى إيه؟ بتؤدي إلى تربة غير متماسكة، بتعمل هبوط في الأساسات، المية بتضغط على الخرسانة، كل دي مشاكل بتسببها. طب إيه الحل للكلام ده كله؟ الحل للكلام ده كله إن إحنا بنعمل حاجة اسمها طبقة فلتر من الزلط. طيب طبقة فلتر من الزلط اللي هي بتكون بالمنظر ده، طب ايه فايدتها؟ ان الزلط فيه فراغات فالميه بتعدي منه بسهوله بدل ما تفضل محبوسه تحت الاساسات، كاننا بنعمل مجرى بيخلي الميه تتحرك بعيد عن الاساسات بدل ما تضغط عليها. وتاني حاجه ان هي بتخلي الزلط يعني بيعمل طبقه قويه وصلبه فوق التربه اللي هي التربه المبلوله، فالاساسات لما بتتبني فوق بتكون ماسكه نفسها كويس. تمام. تالت حاجه ان الزلط بيوزع الاحمال وبيوزع احمال المبنى بشكل كويس على التربه اللي تحت منه، فلو التربة ضعيفة الزلط بيمنع إن الوزن ينزل عليها إيه مباشرة. رابع حاجة إن هو بيحمي الأساسات من ضغط الإيه؟ من ضغط المياه. فبنعمل طبقة الفلتر اللي عادة بتكون سمكها أو إجمالي سمك الطبقات 1 متر، لكن كل طبقة بتبقى 25 سنتي على حسب تقرير وتوصية تقرير التربة، بتبقى من نص متر لمتر إجمالي الطبقات. بنرشها كويس جدا قبل الدك، وبعد كده بننزل دكاكة 25 طن، ندك كل طبقة لوحدها. بعد ما نخلص الطبقات كلها بنعمل اختبار التحميل اللي هو البليد تيست، بيكون بكيول او لودر او بوكلين طبعا، وطبعا على حسب تحميل التربه. بعد كده بنفرش المشمع بتاعنا وبعد كده بنصب صبة النظافة. شكرا ليكم، وإن شاء الله نتقابل في فقرة جديدة من معلومة في الخمسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.